ازيك يا دوتي؟ بص بقى، الذكاء الاصطناعي بقى هو الموضوع اللي الناس بتتكلم عنه في كل حتة دلوقتي، بس هو مش حاجة جديدة زي ما كل الناس فاكرة. الموضوع بدأ من أكتر من 70 سنة. يعني مش لسه طالع من الفرن زي ما الناس فاكرة. الحكاية بدأت لما واحد عبقري اسمه آلان تورينج. الراجل ده كان بيفكر في حاجة غريبة جدا. قال لك ليه الكمبيوتر ما يعملش اللي العقل البشري بيعمله؟ ليه ما يقدرش يفكر؟ ومن هنا جت فكرة الذكاء الاصطناعي. تورينج اخترع اختبار سماه باسمه، اصله كان نرجسي شويتين، واسمه اختبار تورينج. واللي فكرته ببساطة انه بيختبر الكمبيوتر اذا كان يعرف يفكر زي الانسان ولا لا. يعني لما تيجي تسأله سؤال ما تبقاش عارف تفرق اذا كان هو انسان ولا كمبيوتر. الفكرة دي فتحت باب كبير لعالم من الاحتمالات والقلق برضه. وده كان في الاربعينات لما كان الكمبيوتر اصلا قد الاوضه وما كانش يعرف يعمل اي حاجه غير عمليات حسابيه معقده. كان بطيء ومتعب. ده اول مره تتعلم تسوق عربيه مانيوال. لكن مع مرور الوقت الذكاء الاصطناعي بقى يتعلم اكتر ويتطور اكتر ويبقى اذكى بكتير من اللي اخترعوه. دلوقتي بقى في كل حته حوالينا سواء حاسس بده او لا. يعني مثلا لما تفتح نتفليكس وتلاقيه يرشح لك افلام زي اللي انت كنت بتتفرج عليها بالظبط، او تيك توك اللي حافظ حركاتك اكتر من صحابك. واحب اقول لك ان ده شغل ذكاء اصطناعي. اي والله. يعني مثلا يا دوتي لما تكون بتكتب حاجه على موبايلك وتلاقيه هو صلحها فجاه وساعات بيبوظها، ده برضه ذكاء اصطناعي. حتى العربيات ذاتيه القياده اللي كنا بنشوفها في الافلام زمان بقت حقيقيه دلوقتي زي تسلا. في كمان انظمه بتعرف تشخص الامراض في المستشفيات، وبرامج تكتب اغاني وترسم لوحات احسن من البشر نفسهم. طبعا يا دوتي انت ممكن تفكر كده وتسالني وتقول لي وعدم لا مؤاخذه يا دودي، هو ايه اللي يخلي الناس تخاف من الذكاء الاصطناعي ده طالما هو بيساعدني؟ كويس انك سالت يا دود. في سببين كبار: الخوف من فقدان الشغل والخوف من السيطره. صحيفه ذا جارديان مثلا نشرت مقال بتقول فيه ان الذكاء الاصطناعي بيهدد اكتر من 300 مليون وظيفه حوالين العالم في السنين الجايه. مش بس كده، في مقال على موقع البي بي سي بيقول ان الفجوه اللي ما بين الفقراء والاغنياء الذكاء الاصطناعي ممكن يتسبب انها تكبر، لان الشركات الكبيره هي اللي عندها قدره انها تستخدمه وتطوره. يعني مش كفايه ان الغني بيشتري احدث موبايل، لا ده كمان هيبقى عنده روبوت يخدمه. ولو هنتكلم عن السيطره فخليني اقول لك ان ناس زي ايلون ماسك وستيفن هوكينج حذروا قبل كده ان الذكاء الاصطناعي ممكن يقلب علينا ويقضي على البشريه. هوكينج قال قبل كده ان الذكاء الاصطناعي ممكن يكون اسوأ اختراع عدى في تاريخ البشريه لو ما تحكمناش فيه صح. ويلون ماسك في 2014 قال ان احنا بنلعب بالنار مع الذكاء الاصطناعي. يعني الراجل كان بيقول لنا نهدى شويه، واحنا الظاهر ما عندناش فرامل. بس برضه يا دوتي مش كل حاجه سودة. الذكاء الاصطناعي ليه فوائد عظيمه. اول حاجه قلب الدنيا في الطب، بيساعد في تشخيص الامراض بدقه عاليه، وكمان في تحليل الاشعه والناس اللي عندها امراض مزمنه. وبقى في اجهزه بتعرف تشخص الكانسر في مراحل مبكره اسرع من الاطباء احيانا. وفي الصناعه الروبوتات بقت تساعد في الانتاج اسرع وادق من البشر. يعني مثلا في مصانع العربيات الروبوتات بقت تشتغل اكتر من 24 ساعه ومش بتشتكي ولا بتتعب. وما ننساش طبعا التعليم، في برامج دلوقتي بتتعلم اسلوب الطالب وتفهم مستوى ذكائه وبتحسن اسلوب الشرح بناء على قدراته. وفي الامن كاميرات المراقبه دلوقتي بقت تتعرف على الوجوه وتحلل تصرفات الناس، وكل الحاجات دي بقت تساعد في تقليل الجرائم. وحتى في حياتنا اليوميه زي شات جي بي تي او سيري او اليكسا مثلا اللي بترد عليك لما تسالها عن الطقس او تقول لها تشغل لك اغنيه معينه مثلا. بس زي ما ليه فوائد ليه اضرار، بالذات على الاطفال والاجيال الجايه. الاطفال دلوقتي بقى عندهم ميل ان هم يعتمدوا على التكنولوجيا في كل حاجه حرفيا، حتى في حل الواجبات. ده بيخليهم يفتقدوا المهارات الحياتيه الاساسيه. وكمان الاطفال ممكن تقعد بالساعات قدام الاجهزه ويتجاهلوا التفاعل مع العالم الحقيقي، وده هيأثر على مهاراتهم الاجتماعيه. ده غير طبعا الامان الرقمي اللي بقى كتير من التطبيقات اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي بتجمع معلومات شخصيه عنك، وده خطر كتير على خصوصياتك. ده غير الصحه النفسيه، لأن الطفل لما بيقعد كتير قدام الأجهزة ده بيأثر على نومه ونظره وصحته النفسية. وفي كمان المشاكل الأخلاقية. يعني لو الذكاء الاصطناعي بقى هو اللي يعلم الأطفال ويوجههم، مين هيضمن إن هيكون بيعلمهم القيم الصح؟ في النهاية هل الذكاء الاصطناعي خطر فعلا؟ الحقيقة الذكاء الاصطناعي نفسه مش خطر، المشكلة
في ازاي بنستخدمه. لو طورناه بشكل مسؤول هيكون مفيد جدا. يعني لو جيت بصيت على استخدامات الطب والزراعة هتلاقي ان الذكاء الاصطناعي بيحسن حياتنا جدا، بس في المقابل لو استخدمناه في اسلحة ذكية او مراقبة غير اخلاقية يبقى دي فعلا مشكلة. في الاخر يا دوتي الذكاء الاصطناعي عامل زي السكينة، ممكن تستخدمها في تقطيع تفاحة او تستخدمها في حاجة مش لطيفة. قرار في ايدينا، وان ازاي نحافظ على ان الروبوتات دي تكون في صفنا مش ضدنا. قول لي بقى يا دوتي، هل انت متفائل من الذكاء الاصطناعي ولا شايفه كارثه؟ تقدر تقول لي رايك في الكومنتات. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش السبسكرايب، ولو انت على الفيسبوك ما تنساش الفولو، ولو عايز تبص على المصادر هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. وكده اقدر اقول لك يا دوتي ان الدوده خلص الحدوته. دودة